علم مصر قلبه الكينج صبري بن خنوخ والمعلم سعيد مخنوخ والمخ اللي عنده الكمبيوتر الجون بن خنوخ. مصر كلها بتفتخر بالمشاعر والله العظيم بنفتخر بكينج اتحاد اوروبا كله صبري بن خنوخ من اول بلد الاسماعيليه والجون بن خنوخ ورماني بن خنوخ والراجل الكبير بتاعنا المهندس سعيد مخنوخ. يعني انا عايزك بس يعني عايزين نوضح الرؤيه كده للساده المشاهدين. في البدايه انت بتقولي ان انت مخطوبه او اتخطبت لمحمد، بقالكم قد ايه مخطوبين؟ 8 شهور. يعني الناس عايزه تسمع صوتك، صوتك يا 8 شهور. 8 شهور. تمام. كلمينا بقى عن فتره الخطوبه. هو عادي كان بيكلمني زي حد واعي. ولا قاعده زي ما قلتلكم. يعني هو الراجل طبيعي خالص. طبيعي خالص. ما في عندوش اي مشكله خالص. مفيش الكلام ده. اه عادي بيكلمني برضه بالرومانسيه كل حاجه عادي. يعني بيكلمك برومانسيه وبيكلمك بكل حاجه خالص، يعني انسان طبيعي ما عندوش اي مشكله خالص. انت بتقول ان انا يعني هو كان حنين عليا في فتره الخطوبه ويعني كنت مبسوطه معاه. اكيد طبعا. يعني فتره الخطوبه كلها كنت يعني عايشين حياه طبيعيه وحياه سعيده مع بعض. بقالكم 8 شهور مع بعض. الفرح ده كان يوم ايه تقريبا؟ كان يوم الجمعه. كان يوم السبت. تاني يوم العيد. عايزين بقى نوضح الرؤيه كده للساده المشاهدين. يعني الناس كلها بتقول ان انت كنت زعلانه. لا كنت زعلانه من سبب انا رحت الكوافيره الساعه 7. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فرح محمد بريد المتلازمه عريس الامس اللي في منتهى البراءه حضر فرحه في منتهى الجمال، متجوز بنت من الاشخاص الاسوياء، وكانت الفرحه على وجوههم الاثنين. وبعد نزول فيديو فرحهم على السوشيال ميديا كان السوشيال ميديا قلب وهز مصر، وما قيل على ان الزوجه او العروسه مش مبسوطه وان ده حرام وده غلط وده مخالف للمعايير، وهز ما بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي. والمجلس الاعلى للامومه والطفوله قال ان الموضوع بالنسبه لهم ما تقدمش اي شكاوى في الموضوع ده، وهم فحصوا الفيديو وما فيهوش اي مخالفه، والمأذون ما يقدرش يكتب الكتاب غير بالتقارير الطبيه اللي تؤكد حاله الزوجين المناسبه لبعض، وان الاجراءات كلها تمت سليمه، وان الجواز مناسب وسليم 100%. والزوجه طلعت واتكلمت وقالت انها مبسوطه وان هي كانت مرتبطه بمحمد 8 اشهر قبل الجواز، وان محمد بيتعامل معاها بلطف وحنيه ومنتهى الامان، وربنا يسعدهم جميعا ويسعد محمد ويرزقه بالذريه الصالحه السليمه الاسوياء، ويسعد زوجته يا رب. والسلام عليكم.